اشتريت الطبق دوت من الهايبر، جميل قوي مشكل يعني، في شويه اسماك حلوه، سمك فيليه وكابوريا وجمبري وشويه صبيط وكده وبلح البحر. جبتهم وغسلتهم غسله حلوه كده عشان الرمل، وجبت حله بقى على النار، حطيت فيها كام مكعب زبده، وقطعت بصلايه كده مفرومه، سبتها بس لحد ما تدبل كده وريحتها تطلع. بعد كده جبت الكابوريا اللي هي لاي حاجه بتبقى زي الكابوريا وبلح البحر، قعدت اقلبهم كده في البصلايه. بعد بس ما الكابوريا والحاجات ديت اخدت لون كده، قمت انا حاطه بقى ايه السمك بتاعي، سمك الفيليه والكاليماري، عشان بس ايه، وحاولي ما تقلبيش فيهم كتير عشان ايه ما يتهرتش منك السمك يعني، عشان بيبقى ضعيف. ضفت بقى شويه معلقه فلفل ابيض، وقلبتهم كده، ومعلقه ملح برضو، ديت بس البهارات اللي بتبقى ايه للشوربه. ماشي. وبعد ضفت كمان معلقه دقيق، معلقه الدقيق دي بتخلي الشوربه حلوه قوي، بتبقى تقيله كده وتبقى متماسكه يعني. وهنا بشرت برضو جزرايه، الجزر ده انا كنت حاطاه في الفريزر، بشرته طلعته بشرته. وحطيت كمان كرفس، كرفس جميل قوي برضو لشوربه السيفود. ماشي. الكرفس ده برضه انا كنت مخزناه عندي، طلعته برضه حطيته في الشوربه. وكنت بسخن بقى ميه، قمت انا حاطه الميه على كل المكونات ديت، بس كده، وما تغطيهاش يعني، هي بس كده الشوربه سيبيها بس لحد ما تستوي خالص. هنا عندنا بقى الشوربه غلت اهيت واستوت خالص. عندك بقى شويه لبن، شويه قشطه، شويه كريمه، حطهم على الشوربه كده بعد ما تستوي خالص، وتقليبتين كده وتطفي. بس هي كده الشوربه خلصت. يبقى بقى طريقة التقديم هي بس الكريمة هي اللي بتخلي الشوربة تبقى بيضة شوية. ما عندكيش كريمة، ما عندكيش قشطة، ما عندكيش أي حاجة، اشربها كده عادي، مش فيها أي مشكلة يعني. خلصت كده يعتبر. قمت أنا جايبة بقى الطبق بتاع التقديم. هنا بقى طبق التقديم بتاعي، حطيته بقى، فرغت الشوربة بتاعتي بس، وتشرب بقى وتتاكل جنب سمك مقلي، جنب شوية رز، تبقى جميلة قوي. ما شاء الله، جربوها بقى بالطريقة دي وتبقى حلوة قوي. متنسوش بقى تعملوا لنا لايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد.